مسجد سيدي بن علي ومقبرة الأميرات. مسجد سيدي بن علي أصغر مسجد في القصبة وبضعة أمتار على مسجد سيدي عبد الله. سيدي بن علي هو مفتي حنفي رسمي من 1737 إلى 1755. أصله يعود إلى جده الأكبر المسمى بالعلج، والعلج بمعنى العبد المسيحي الذي دخل الإسلام، وهذا جده العلج كان من العلماء والشعراء في وقته. كان بن علي يجتمع مع المفتي المالكي، وقد درس الفقه وكان خاطبا في الجامع الجديد، ودفن بهذه الزاوية. داخل مسجد بن علي نجد مقابر، ويرجح أن هذه المقابر تعود إلى نخبة القوم، لذا نجد روايات عن الأميرات فاطمة ونفيسة، والتي تعددت قصتهن بين الخيال والحقيقة. ونجد أيضا مقبرة ذو القبة الصغيرة واللي كانت تحت شجرة الكرمة، هو قبر لله عائشة اللي هي بنت يعقوب آغا أخت الإخوة بربروس. اليوم مسجد بن علي راه في الترميم لإعادة إحيائه من جديد للصلاة وإبراز تاريخه للزوار والمهتمين بتاريخ